أعطيني هنا السين 1 0 2 والصاد 3 -1 7 وأعطينا التطبيق د معرف بالشكل التالي: 4 س ناقص 1 يعني 4 ضرب س ناقص 1. يقول لي أوجد المدى. هنا تجي على الشكل التالي: تعوض الواحد والصفر والاثنين كل عناصر السين وتحسبها. هل الأعداد تطلع معاك؟ هذا هو المدى. طبعا هذا السؤال نموذج سؤال امتحاني. أجي أقول دال الواحد، معناته أعوض بدل كل س 1. 4 ضرب 1 ناقص 1. 4 ضرب 1 4 ناقص 1 3. بعد دال الصفر: 4 ضرب صفر ناقص 1. 4 ضرب صفر صفر ناقص 1 يعطينا -1. دال الاثنين: 4 ضرب 2 يعني أشيل السين وأحط بدال 2 ناقص 1. 4 ضرب 2 8 ناقص 1 7. مدى التطبيق هو الأعداد اللي طلعن معانا اللي هن 3 -1 7. الطلب باء شي يقول لي؟ يقول لي اكتب التطبيق د كمجموعة من الأزواج المرتبة. يعني احنا الواحد لما حسبنا الدال عنده طلع 3، معناته اكتب 1.3. الصفر -1. الاثنين 7. الجيم يقول لي بين نوع التطبيق د ما إذا كان تطبيقا شاملا متباينا تقابلا مع ذكر السبب. نبتدي بهن واحدة واحدة. الشامل، مشان يكون شامل لازم يكون المجال المقابل يعني الصاد يساوي المدى. هذا الصاد وهذا المدى متساويات، معناته شامل. فأجي أكتب له د تطبيق شامل لأن المدى يساوي المجال المقابل. معناته المجال المقابل هو الصاد، المجموعة الثانية اللي تجينا بعد السهم. بعد المتباين هل هذول اللي حسبتها إذا لقيت اثنين متساويات طلعا نفس الأعداد معناته ليس متباينة. إذا لقيت إن كل المختلفات معناته متباين. معناته هنا كل المختلفات 3 -1 7 مختلفات. فأجي أقول له د تطبيق متباين لأن د الواحد لا يساوي د الصفر لا يساوي د الاثنين. بعد التقابل يكون تقابل إذا كان شامل ومتباين بنفس الوقت. هو طلع معنا شامل ومتباين معناته تقابل لأنه شامل ومتباين. الطلب ده يقول مثل التطبيق بمخطط سهمي. نحط دائرة نحط بها عناصر السين، دائرة نحط بها عناصر الصاد. الواحد مع 3، الصفر مع -1، الاثنين مع 7. ها يقول لي مثل التطبيق بمخطط بياني في المستوى الإحداثي. يعني كان يقول لي يرسم النقاط هذا، الواحد 3 هنا، الصفر -1 هنا، الاثنين 7 هنا. طبعا هذا السؤال نموذج امتحاني.